أهلا وسهلا بيكم متابعين قناة حكايات ميرو في حكاية جديدة وحلقة جديدة. الحلقة دي جايين نتكلم عن الفنانة شيرين عادل والفنان طارق صبري. كشف الفنان طارق صبري حقيقة انفصاله عن الفنانة شيرين عادل بعد تداول شائعات تزعم انفصالهم خلال الساعات الماضية، خاصة مع حذف شيرين عادل الصور اللي جمعتهم على حسابها على الانستا. وقال طارق صبري: لا طبعا الكلام ده مش حقيقي، واكيد الصور اتشالت بسبب مشكلة في الاكونت عندها. الله يهدي اللي بيطلع شائعات. وتفاجأ المتابعين بحذف شيرين عادل جميع الصور اللي كانت بتجمعها بزوجها من على حسابها على الانستا، ولكنها مازالت تستمر في متابعته. وتحدثت شيرين عادل عن زواجها من الفنان طارق صبري، مؤكدة ان هو زوج داعم ومشجع، وقالت خلال لقائها: ممكن يكونوا اتنين متجوزين في نفس المجال بس مش بيشجعوا بعض، بس طارق بيشجعني جدا وبيساعدني وواقف في ظهري دايما وعايزني ابقى احسن، وهو دايما مهتم ان هو يشوفني احسن وبيدفعني لقدام. واكدت شيرين عادل انها سعيدة بمباركة الجمهور ليها بعد زواجها من طارق صبري، قائلة: مباركات الجمهور ليا على السوشيال ميديا كانت احلى حاجة حصلت ليا، واعترفت ان فرحتي جات من تعليقاتهم، واحنا معملناش احتفال او فرح، ففرحتي كملت بتعليقاتهم وعمري ما انسى ده، تأثرت بيه جدا. وأحدث أعمال الفنانة شيرين عادل. على جانب آخر بتشارك الفنانة شيرين عادل في فيلم أصل الحكاية، وانتهى الأبطال مؤخرا من تصويره، وبتشارك فيه مع خالد الصاوي وبيومي فؤاد ومحمود حافظ ومحمد ممدوح وإيمان السيد وكريم عفيفي ومحمد ثروت وآخرين، ومن تأليف وإخراج محمد أمين. بكده الحكاية بتاعتنا هتكون خلصت. أتمنى منكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد.